المنتخبات عقليه مختلفه، الكواليتي بتاع اللعيبه مختلف تماما، الفرق بعيد جدا، احنا بعيد جدا في التخطيط، ما عندكش الاساسيات كره القدم، اللعيب بيتعلم ازاي، لازم تعمل بلان طويل، يعني خطه طويله الاجل عشان تبتدي تشتغل عليه. تاني حاجه اجيب ناس مؤهله تمسك المنتخبات، يعني انت بتجيب مدير فني بيفشل في منتخب، بتروح مسكه المنتخب اللي بعديه يروح مضيع جيل، الجيل اللي بعديه نفس الكلام بتروح مضيع جيل. الاتحاد المغربي لكره القدم او الجماعه الملكيه لكره القدم المغربيه بقياده فوزي لقجع، حد فعلا قدر انه يضع المغرب على طريق نقول مش بس النجاح ولكن التألق. فتحيه لفوزي لقجع وللجامعه الملكيه المغربيه، كل البطولات الافريقيه، انديه ومنتخبات، بالظبط انديه ومنتخبات وكل حاجه. الكره المغربيه يمكن حته التنافس، احنا هنا عندنا المنظومه للاسف مسيء للكره المصريه. بالمستوى ده هيبقى صعب جدا طبعا ان احنا نمثل احنا اتكلمنا عن الكره الاسبانيه، تمثيل مشرف لمصر. صدمة كبيرة ضربات المنابر الإعلامية المصرية مباشرة بعد التأهل الرائع ديال المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة ضد أمريكا، والخروج الكارثي ديال منتخب مصر من كأس العالم في هذه الفئة السنية. الحدث خلى جزء كبير من الإعلام المصري يعيش واحد الحالة ديال الجنون والغليان، خصوصا بعد ما كانت الجماهير المصرية كتعلق آمال كبيرة على منتخبها قبل ما يتلقى صدمة الإقصاء المبكر اللي قلب الحسابات كاملين. الإعلام في مصر بدا كيحلل وكيعاود، وفي نفس الوقت كيبان عليه الغيرة من الانطلاقة القوية ديال الأشبال المغاربة اللي قدموا أداء كبير وعقلية احترافية، وقدروا يكتبوا إنجاز جديد كيزيد يرفع قيمة الكرة المغربية إفريقيا وعالميا. المثير في المشهد هو ذاك التناقض العجيب اللي بان في النقاشات المصرية، جزء كيدير اللوم على المدرب والاتحاد واللاعبين، وجزء آخر ما عرفش كيفاش يتقبل أن المغرب اللي كانوا كيشوفوه في الهوات ولا قل منهم ولا اليوم كيمشي بثقة كبيرة وكيطيح مدارس كروية بحال أمريكا، وبطريقة لعب كتجمع بين القوة والذكاء والتحضير المسبق، بينما المنتخب المصري خرج بلا هوية ولا أسلوب. هذا الشيء زاد في التوتر وخلى الأصوات ترتفع في القنوات المصرية اللي ولاو كيسولوا كيفاش المغرب كيتقدم بهذا الشكل بينما الكرة المصرية كتعيش نكسة وخيبة مستمرة. المحللين المصريين بداو كيهضروا على الفارق الكبير في التسيير وعلى البنية التحتية وعلى الأكاديميات وعلى أن المغرب سبق بزاف في أمور ما قدروش يمشيو فيها بجدية، واللي زادتهم إحباط هي الطريقة اللي انهزم بها منتخبهم واللي وصفوها بالمهينة مقارنة مع الأداء الرجولي اللي قدموا المغاربة في المباراة ديالهم ضد منتخب أمريكي قوي. مع ذلك الأشبال دخلوا مركزين وقدروا يفرضوا الإيقاع ديالهم ويأهلوا بكل استحقاق. الردود في البرامج المباشرة كانت كلها انفعال ودهشة، ومعها اعتراف غير مباشر بأن المشروع الكروي المغربي سبق المنطقة كاملة وأن مصر ولات بعيدة على هذا الركب. الإعلام المصري بدا كيشوف أن التألق المغربي ماشي صدفة بل نتيجة عمل سنوات، واللي خلى الجمهور المصري بدوره يتساءل فين كيمشي التمويل وفين كيمشيو الوعود وكيفاش دولة كتستثمر في الكرة بهذا الشكل بينما هما باقين كيدوروا في حلقة مفرغة. من جهة أخرى بعض الأصوات حاولت تبرر الإقصاء، ولكن كل محاولة كانت كتطيح في الماء قدام القوة ديال الحدث، لأن الجمهور شاف بعينه المستوى اللي وصل له المنتخب المغربي وشاف الفرق في التنظيم والجدية، وهذا خلى الإعلام يعيش لحظات ديال الارتباك واضح في التعليقات وردود الفعل اللي فيها الكثير من الحسرة والغضب. التأهل المغربي خلاهم يحسوا بأن الضغط رجع عليهم، لأن كل مرة كيكون فيها إنجاز مغربي كيبان الفارق أكثر، والانتقادات كتبدا كتزيد في حدة الخطاب الإعلامي المصري اللي اليوم كيعيش واحد من أصعب اللحظات بعد الإقصاء الكارثي ديال منتخبهم من البطولة اللي كانوا كيسينوا منها بزاف.